على مضض غياب استراتيجية واضحة، يعني ليست هناك استراتيجية واضحة بالنسبة للحزب داخل الإقليم. ثانيا، غياب الديمقراطية والمساواة، يعني نحن لاحظنا ولمسنا عن قرب على أن هناك لم تكن هناك مساواة فيما يخص مجموعة من اتخاذ القرارات. كذلك عدم احترام هياكل الحزب، هذه الهياكل المنتخبة ديمقراطيا. معلوم أن احنا انتخبنا لجنة منظمة المرأة، كذلك منظمة الشباب، وانتخبنا الاتحادية الإقليمية، ولكن عندما اقتربت هذه الاستحقاقات وبالخصوص في وضع اللوائح، يعني هذه الهياكل لم تستشر نهائيا، يعني جاتنا إملاءات من الفوق ولم تستشر هذه الهياكل أبدا. يعني نحن لسنا على اطلاع ولم نطلع بتاتا على كيفية إجراء هذه اللوائح، مما يمس ضربا بالقوانين المنظمة للحزب، على أن ضرورة الاستشارة والمرور عبر قنوات الهياكل المنظمة للحزب. ثالثا، تهميش اللجان. من المعلوم أن كوننا لجان متعددة، لجان المرأة، لجنة الشباب، كذلك لجنة الترشيحات، لجنة العلاقات، مجموعة من اللجان. هذه اللجان لم تحترم أبدا. كان هناك لجنة للترشيحات، هذه اللجنة لم تستدعى ولم تطلع على أي موضوع فيما يتعلق بموضوع هذه اللائحة، بل تم وضع اللائحة خارج المقر، بما أضر بنا ومس بكرامتنا. يعني هذا يعتبر ضربا للقواعد ولهياكل الحزب. الحزب ينص دائما على أنه لا بد من المرور عبر قنوات الهياكل، ولكن لقد تم نسف هذه الهياكل، وصارت هذه اللوائح أنها ترتب خارج الحزب. كذلك اتخاذ قرارات فردية ومزاجية، يعني القرارات تتخذ يعني مزاجية وفردية، يعني ليست هناك استشارة جماعية، مما يؤدي بفشل التسيير، وهذا أيضا يدل على أن هناك عشوائية. كذلك هناك تداخل في الاختصاصات، يعني التداخل في الاختصاصات هو أيضا من المشاكل التي كنا نعانيها في تسيير داخل هذا الحزب. كذلك ضرب عرض الحائط شعار الحزب الذي هو جميعا من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة. وكنقطة أخيرة حتى لا أطول عليكم، هي نقطة تتعلق بالارتجالية والعشوائية في التسيير. إذن هذه مجموعة من النقط الرئيسية التي أفاضت الكأس، والتي أدت إلى التوتر داخل الحزب، وبالتالي انهيار قوته وانهيار كوادره، وبالتالي الخروج والانسحاب. إذن إذا كان غابت الديمقراطية في التسيير وتعوض بالعشوائية والقرارات المزاجية والفردية، إذا صافي ما بقاش عندنا حتى شيء علاقة مع الحزب، حتى شيء صدق. إذن أكتفي بهذا التدخل وأترك الكلمة لباقي الزملاء، وشكرا.